كنت في مرة قاعد كده في العربية في مكان زراعة، مكان فيه خضرة يعني، وببص لقيت موقف غريب جدا لمجموعة من الغربان. لقيت أكتر من 5 غربان عاملين نص دايرة كده، وقدامهم كده غرابين، وقدام الغرابين ده غراب تاني. والغراب الأولاني ده قاعد يدي نعيق جامد قوي، بيعمل نعيق جامد. أنا قعدت مراقب الموقف، وصراحة لقيت بعد كده راحوا في مكان، والغرابين اللي كانوا ورا الغراب اللي بيعمل نعيق ده هجموا عليه وبدأوا ينتفوا ريشه لحد ما الغراب عجز تماما عن الطيران. وبعد كده طار السرب الباقي من الغربان. قعدت مستغرب جدا وقلت هو ايه ده وايه اللي حصل، وبدأت أقرأ عن الغربان. والله العظيم اكتشفت عظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الطائر ده، هتخليك كده تقول سبحان الله لحد بكرة الصبح. ده مش بس كده، ده الطائر ده عجيب جدا. الطائر ده لما تسمع عنه هيبهرك، وخصوصا لما تعرف ان هم عندهم محكمة اعدل من محكمة البشر. يا سلام، الغراب، اي والله الغراب. صل كده على سيدنا الحبيب واوعى يفوتك الفيديو ده. اسمع يا سيدي، الغربان عندهم محكمة زي محكمة البشر بالظبط، فيها رئيس وفيها مستشار وفيها كل حاجة. عندهم 3 أنواع من الجرائم، وده أشهرهم اللي بيعاقبوا عليها وبيحاكموا عليها. الجريمة الأولانية لما غراب بيهاجم عش غراب تاني، بتتنصب المحكمة، ولو التهمة أثبتت إن الغراب ده هجم على العش بيكلفوه إن هو يبني عش جديد. اما بقى الجريمه الثانيه، فلو غراب هجم على غراب صغير وكل الاكل بتاعه، وهنا العقاب بيبقى قاسي شويه زي اللي انا قلته لك في اول الفيديو. بيهجم عليه غرابين 2 بيبداوا ينتفوا في ريشه لحد ما يعجزوه عن الطيران وما يبداش يطير زي الغراب الصغير. الغراب الصغير اللي عاجز عن الطيران، اللي لسه ما كبرش، اللي بيجي له اكل وهو قاعد مكانه. لما الغراب هجم وكل الاكل بتاعه فهو كده عمل جريمه، فبيخلوه يعجز عن الطيران زيه بالظبط. يا سلام عن العدل. اما بقى الجريمه الثالثه فدي اللي اصعبهم، ولما يكتشفوا ان غراب اتهجم على زوجة غراب تاني. ازاي يعني؟ زي بالظبط جريمه الاغتصاب عند البشر. اول ما التهمه بتثبت فعلا ان الغراب ده هو هجم على زوجة الغراب ده، فالحكم بيبقى قاسي جدا. بتتنصب هيئه المحكمه وبيبداوا يحكموا عليه بالقتل. بيكلفوا مجموعه من الغربان ان هم يهجموا عليه ويبداوا ينقروا فيه لحد ما يموتوه. يسيبوه يمشوا كده؟ ابدا، ده لازم يشيلوه وياخدوه يروحوا في حفره كده يدفنوه ويتغطوا عليه بالتراب. خد بالك عشان الدفن ده اهم حاجه عند الغربان. يا سلام، مين اللي علم الطائر ده الحاجات دي كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي علم الطائر ان هو يبقى عادل كده ويبقى عنده محكمه كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي علم الطائر ان هو ما يسيبش موتى كده ميتين ومرميين على الارض؟ ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك بقى من مميزات طائر الغراب ده، مميزات عجيبه جدا. الطائر ده لو وجوده اصلا في الحياه ما كانش فيه لا حقول ولا نباتات ولا زراعه، لانهم اكتشفوا ان الغراب ده هو الوحيد، الطائر الوحيد اللي بيتغذى فقط على الافات الضاره بالنباتات والزراعه والحقول. اكتشفوا كمان اللي هو يعتبر اذكى طائر على وجه الارض، واذكى مخلوق على وجه الارض بعد الانسان وبعد الدولفين. اذكى طائر ليه يعني؟ قال لك ان الطائر الغراب ده هو بيتعلم 200 كلمه من الدوله اللي هو مقيم فيها، يعني بيتعلم 200 كلمه من لغه الدوله المقيم فيها. يعني الغربان اللي في مصر معارفه 200 كلمه عربي. واكتشفوا كمان ان الغراب ده هو بيحامي عن العش بتاعه بطريقه ذكيه جدا، بيقدر يقلد اصوات النسر واصوات الصقر واصوات طيور متوحشه، عشان لما يكون في العش بتاعه ويحس فيه هجوم على العش يبدا يقلد صوت النسر او صوت الصقر، عشان الطائر اللي جاي يهجم على العش ده يخاف ويرجع تاني. يا سبحان الله العظيم. اكتشفوا ان هو وافي جدا جدا لزوجته، احسن من البشر كمان. اكتشفوا كمان ان زوجته ده بيبقى مخلص لها جدا. لما زوجة غراب من الغربان بتموت بيفضل قاعد كده وحيد طول حياته، ما بيفرقش بينهم الا الموت. ما ينفعش غراب زوجته تموت ويروح يتجوز واحده تانية، ده عاده عندهم. بيفضل عايش كده على ذكراها لحد ما يجيله الموت هو كمان. اكتشفوا كمان ان لو حد من البشر اذى احد الغربان بيفضل فاكر شكله ولو عدى عليه سنين، ولو شافه لوحده ممكن يهجم عليه ويأذيه. يا سبحان الله العظيم. اكتشفوا كمان ان اهم حاجه عند الغربان هي الدفن. بيدفنوا موتاهم زي ما قلت لك في اول الفيديو، وما يسيبوش موتاهم كده على الارض. وطبعا كلنا ما ننساش لما ربنا سبحانه وتعالى بعت الغراب لابيل لما قتل اخوه هابيل عشان يعلمه الدفن. كل ده
الغراب؟ الغراب يا سيدي. فسبحان الله العظيم على خلقه، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى في الطيور وفي الحيوانات وفي النباتات عنده معجزات كده والله تخلي عقلك كده يقعد في حالة انبهار، وتقعد تقول سبحان الله العظيم القادر على كل شيء. يا ترى كل الحاجات اللي انا قلتها لك في الاول عن الغراب دي ومحكمة الغربان وصفات الغراب مين اللي علمها له؟ ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت لو انت وصلت معايا للثانيه دهي اوعى تسيب الفيديو إلا لما تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتقول سبحان الله العظيم القادر على كل شيء، واعمل شير ولايك للفيديو، واشوفك في فيديو جديد.